لكم بالقصة التي وعدناكم بها وقصة الأغدار. الخضر أم الغدر؟ هل توقفت يوما لتتساءل عن سيدنا الخضر عليه السلام؟ هل هو نبي أم ولي أم عالم أم ماذا؟ هل انتابتك الدهشة لهذا الذي جعله الله أكثر علما وحكمة ورحمة من نبي مرسل؟ أتساءلت يوما لماذا كل هذا الإصرار أن يصل سيدنا موسى عليه السلام لبلوغ المكان الذي سيلاقي فيه سيدنا الخضر عليه السلام؟ وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. ولماذا سيدنا موسى تحديدا الذي قدر له من بين جميع الأنبياء والرسل أن يقابل سيدنا الخضر الأكثر علما ورحمة؟ والمعروف بأن مجمع البحرين أو ملتقى النهرين أو ملتقى النيلين ومقرن النيلين المتواجد في الخرطوم أو ملتقى البحرين. الأكيد إن هذه القصة تحديدا تختلف تماما عن كل القصص. قصة موسى والعبد الصالح لم تكن كغيرها من القصص. لماذا؟ تابعونا. لأن القصة تتعلق بعلم ليس هو علمنا الغائب على الأسباب، وليس هو علم الأنبياء الغائب على الوحي. إنما نحن في هذه القصة أمام علم من طبيعة أخرى غامضة أشد الغموض، علم الغدر الأعلى، علم أسدلت عليه الأستار الكثيفة كما أسدلت على مكان اللقاء وزمانه وحتى الاسم، عبدا من عبادنا. هذا اللقاء كان استثنائيا لأنه يجيب على أصعب سؤال يدور في النفس البشرية منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. السؤال، فكر معي، لماذا خلق الله الشر والفقر والمعاناة والحروب والأمراض؟ لماذا يموت الأطفال؟ كيف يعمل الغدر؟ البعض يذهب إلى أن العبد الصالح لم يكن إلا تجسيدا للغدر المتكلم لعله يرشدنا، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. أهم مواصفات الغدر المتكلم إنه رحيم عليم، أي إن الرحمة سبقت العلم. فقال النبي البشر موسى: هل أتبعك على أن تعلمنا مما علمت رشدا؟ صدق الله العظيم. يرد الغدر المتكلم الخضر: قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ فهم أقدار الله فوق إمكانيات العقل البشري، ولن تصبر على التناقضات التي تراها. يرد موسى بكل فضول البشر: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أحصي لك أمرا. هنا تبدأ أهم رحلة توضح لنا كيف يعمل الغدر. يركبا في غارب المساكين فيخرق الخضر الغارب. تخيل المعاناة الرهيبة التي حدثت للمساكين في الغارب المذغوب. معاناة، ألم، رعب، خوف، تضرع. جعل موسى البشري يقول: قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. عتاب للغدر كما نفعل نحن تماما. أخلقتني بلا ذرية كي تشمت بي الناس، أفصلتني من عملي كي أصبح فقيرا، أزحتني عن الحكم ليشمت بي الأرادل. يا رب لماذا كل هذه السنوات في السجن؟ يا رب أنا أستحق هذه المهانة؟ ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ألم أقل إنك أغل من أن تفهم الأقدار؟ ثم يمضيا بعد تعهد جديد من موسى بالصبر لنرى ما الذي سيحصل. يمضي الرجلان ويقوم الخضر الذي وصفه ربنا بالرحمة قبل العلم بقتل الغلام، ويمضي فيزداد غضب موسى عليه السلام النبي الذي يأتيه الوحي ويعاتب بلهجة أشد: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. تحول من إمرة إلى نكرة، والكلام صادر من نبي أوحي إليه لكنه بشر مثلنا يعيش نفس حيرتنا. يؤكد له الخضر مرة أخرى: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ثم يمضيا بعد تعهد أخير من موسى كليم الله بأن يصمت ولا يسأل، فيذهبان إلى القرية فيبني الخضر الجدار ليحمي كنز اليتامى.
وهنا ينفجر موسى عليه السلام فيجيبه من سخره ربه ليحكي لنا قبل موسى حكمة الغدر. قال هذا فراغ بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هنا تتجلى حكمة الإله والتي لن تفهم بعضها حتى يوم القيامة. الشر نسبي، مفهومنا كبشر عن الشر غاسر لأننا لا نرى الصورة الكاملة. إذن فما هي؟ الغدر أنواع ثلاث، فلنبدأ من أول النوع. شر تراه فتحسبه شرا فيكشفه الله لك إنه كان خيرا. فما بدأ شرا لأصحاب الغارب اتضح إنه خير لهم، وهذا هو النوع الأول، وهذا نراه كثيرا في حياتنا اليومية، وعندنا جميعا عشرات الأمثلة عليه. لنذهب إلى النوع الثاني مثل قتل الغلام، شرا تراه فتحسبه شرا لكنه في الحقيقة خير، لكن لن يكشفه الله لك طوال حياتك فتعيش عمرك وأنت تحسبه شرا. هل عرفت أم الغلام حقيقة ما حدث؟ هل أخبرها الخضر؟ الجواب لا، بالتأكيد قلبها انفطر وأمضت الليالي الطويلة حزنا على هذا الغلام الذي ربته سنين. في حجرها ليأتي رجل غريب ويقتله ويمضي. وبالتأكيد هي لم تستطع أبدا أن تعرف إن الطفل الثاني كان تعويضا عن الأول، وإن الأول كان سيكون سيئا فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. صدق الله العظيم. فما هنا نحن أمام شر مستطير حدث للأم ولم تستطع تفسيره أبدا، ولن تفهم أم الغلام أبدا حقيقة ما حدث إلى يوم القيامة. نحن الذين نمر على المشهد مرور الكرام لأننا نعرف فقط لماذا فعل الخضر ذلك، أما هي فلم ولن تعرف. النوع الثالث من الغدر وهو الأهم، تابع معي واستمع، هو الشر الذي يصرفه الله عنك دون أن تدري، لطف الله الخفي، الخير الذي يسوقه لك الله ولم تره ولن تراه ولن تعلمه. إذن هل اليتامى أبناء الرجل الصالح عرفوا إن الجدار كان سيهدم؟ لا. هل عرفوا إن الله أرسل لهم من يبنيه؟ لا. هل شاهدوا لطف الله الخفي؟ الجواب قطعا لا. هل فهم موسى السر من بناء جدار؟ لا. فلنعد سويا إلى كلمة الخضر الغدر المتكلمة الأولى: إنك لن تستطيع معي صبرا، لن تستطيع أيها الإنسان أن تفهم أقدار الله، الصورة أكبر من عقلك. تابع معي، استعن بلطف الله دائما، لأن لطف الله خفي، لتصبر على أقداره التي لن تفهمها. ثق في ربك فإن قدرك كله خير. غل في نفسك أنا لا أفهم الأقدار، أقدار الله، لكنني متسق مع ذاتي ومتصالح مع حقيقة إنني لا أفهمها، ولكنني موقن كما الراسخون في العلم إنه كله من عند ربنا. إذا وصلت لهذه المرحلة ستصل لأعلى مراحل الإيمان والطمأنينة، وهذه هي الحالة التي لا يهتز فيها الإنسان لأي من أقدار الله، خيرا بدت أم شرا، ويحمد الله في كل شيء. حينها فقط سينطبق عليك كلام الله: يا أيتها النفس المطمئنة ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ولاحظ هنا إنه لم يذكر للنفس المطمئنة لا حسابا ولا عذابا. خاطرة جميلة جدا ومناسبة لنفوسنا. اللهم اجعلنا ممن يحسنون الظن بك ويرضون بكل قدر كتبته لنا. وتحياتي لكم إلى لقاء.